القراء الأعزاء، هذه الرواية بالذات دونا عن سابقاتها أو أخواتها السابقات أتعبتني. وإذا يعني أتعبتكم قليلا فلا ضير، لكي نتأكد بأن هنالك عقد شراكة دائمة بين الكاتب والقارئ. هذا العقد هو يعني بذل التعب. الكاتب يتعب لكي ينجز عملا روائيا، والقارئ يتعب نفسه قليلا لكي يفهم ويهضم ويستوعب هذا العمل الروائي، وهكذا تكون الشراكات. تعب في الكتابة، تعب في القراءة. مبني للمجهول نقطة من أول السطر. هذه الرواية في جانب منها عن الكتابة، فيها شخصيتان روائيتان تكتبان الرواية. الشخصية الأولى صاحبة خبرة ومراس في الكتابة الروائية، يقدم تصوراته عن الكتابة، شجونها وشؤونها. والشخصية الروائية الثانية كاتب صحفي تخطر في باله فكرة كتابة الرواية، فيسعى إلى إنجاز هذه الفكرة وينجزها ويحققها. بالإضافة إلى أنها متعددة الأمكنة والأزمنة والأوطان والهويات والثقافات، فهي رواية عن الأقدار والمصائر وكيف تتقاطع وتتلاقى، وربما أحيانا تتنافر مصائر البشر كنموذج حول هذه النقطة. كردي سوري ينتمي للجيش الفرنسي، وكردي عراقي ينتمي للجيش البريطاني، وكلاهما يشاركان في الحرب العالمية الثانية. وبعد أن تضع الحرب أوزارها، هذان الكرديان في بلدين جارين يلتقيان على الأرض البلجيكية، وتحدث بينهما صداقة عميقة. وأعتقد أن الروايات التي تتعب قارئها تبقى راسخة في ذاكرتي.